هو لو الزمالك خسر بكره يبقى جون ادوارد فاشل، ولا الصفقات هي اللي فاشله، ولا هو اصلا مدرب ما بيعرفش حاجه؟ طب هو ايه حقيقه الخلاف اللي بين ريبيرو مدرب النادي الاهلي واشرف بن شرقي؟ طيب ليه جريديشار حاسس ان هو هيبقى رقم اتنين حتى بعد عوده محمد شريف ورحيل وسام ابو علي؟ حسين الشحات وتألقه في فترة الإعداد ومنافسة شرسة مع زيزو، وهل قفشة حجز مكانه داخل النادي الأهلي هذا الموسم؟ أخبار وحصريات مش هتسمعها ولا هتشوفها غير مع أبو علي. قهوتك الجميلة وصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبكرة إن شاء الله عودة المتعة، عودة الروعة والجمال، عودة كرة القدم. لقد هرمنا لعودة كرة القدم، وحشتنا كرة القدم. عودة الدوري المصري غدا بأمر الله الجمعة. عندي نصيحة لجمهور الزمالك اللي أنا كنت مقرر من فترة إن أنا ما بتكلمش عن ناديهم خالص بسبب الشتيمة اللي كنت بتشتمها في التعليقات. كنت بتكلم عن النادي الأهلي بس، وما حبيتش إن أنا أخش في مهاترات مع جمهور نادي الزمالك، وكانت في ناس كتير جدا بتطلع تشتمني، فأنا قلت الناس دي بتاخد ذنب أونطة. وأنا ما فيش داعي إن أنا أتشتم وعيالي يشوفوا الشتيمة ويشوفوا التعليقات. فكنت مقرر إن أنا ما أتكلمش عن نادي الزمالك خالص. بس أنا عندي نصيحة هقولها وأمري لله. بصوا يا جماعه، بكره مباراه بدايه موسم، بكره مباراه ما فيهاش حكم على حد. لا جون ادوارد هيبقى فاشل لو الفرقه خسرت، ولا الصفقات هتكون فاشله، ولا المدرب هيكون ما بيعرفش حاجه، ولا تقدر تحكم من اول مباراتين ثلاثه في الدوري. ازاي يا ابو علي؟ زي ما بقول لك كده، سيب الناس تشتغل. لو انت بتحب نادي الزمالك فعلا سيب الناس تشتغل في هدوء. الناس بتحاول تصلح فساد 20 سنه. الراجل عمل صفقات محدش كان يتوقع ان هو يلحق يعملها لنادي الزمالك. محدش كان يتوقع اصلا ان الزمالك يلحق يجيب مدرب اجنبي. فيا جماعه بكره ما تحكمش على ناديك، وما تحكمش على مدربك، ولا على ادارتك، ولا على صفقاتك الجديده. سيب الفرقه تاخد وقتها. ودي نصيحه انا بقولها لكم وامري لله. النادي الاهلي وحقيقه خلاف بن شرقي مع ريبيرو، خلاف فني بحت، خلاف فني بحت. الراجل عنده تريزيجيه رقم واحد، وبن شرقي شايف ان هو ما ينفعش يبقى رقم اتنين، وده خلاف صحي جدا، خلاف فني صحي جدا. الراجل عايز يلعب وعايز يلعب اساسي، وطبيعي في وجود السكواد اللي موجود في النادي الاهلي، امام عاشور وبن رمضان وزيزو وتريزيجيه وبن شرقي وجريديشار ومحمد شريف وقفشه وحسين الشحات وطاهر، ما شاء الله الله اكبر، نمسك الخشب. يبقى في ناس بره السكور، ووارد يبقى في ناس اكيد على دكه البدلاء. فالطبيعي ان الراجل عامل في كل مركز واحد واثنين. الكلام ده محدش هيقوله لك غير ابو علي. تريزيجيه عند الراجل رقم واحد، بن شرقي رقم اتنين، جريديشار عند الراجل رقم اتنين، محمد شريف مكسر الدنيا في فتره الاعداد وكل مباراه مسجل اما هدف اما هدفين. قفشه مكسر الدنيا، وحتى عوده امام عاشور من الاصابه قفشه حاجز مكانه. حسين الشحات وتألق في فترة الإعداد مع طاهر، ومنافسة شرسة جدا مع زيزو على مركز الجناح الأيمن. اللي موجود في النادي الأهلي صحي جدا، وكله فني بحت، فني صحي جدا، وأنا سعيد جدا بيه. أنا كمشجع أهلاوي سعيد جدا بيه، لأن هو ده المطلوب. المنافسة الشرسة، كل اللعيبة تكون عايزة تشارك، كل اللعيبة هتكون عايزة تثبت نفسها. هو ده السبب الحقيقي ان انت تجيب صفقات تقيله واكتر من صفقه في كل مركز. الراجل حاطط في كل مركز رقم واحد ورقم اتنين، اقسم لكم بالله حتى في حراسه المرمى الراجل عامل منافسه شرسه جدا ما بين شوبير وما بين الشناوي. فده ملخص اللي في دماغ ريبيرو، والخلاف اللي موجود اللي الناس كلها بتتكلم عنه خلاف فني بحت. مفيش اي خلاف داخل الفرقه، الخلاف فني وصحي جدا. وان شاء الله الدوري اهلاوي، وبدايه الدوري بكره. ونصيحتي لجمهور الزمالك يا جماعه، سيبوا الناس تشتغل في ناديكم، واهدوا وشوفوا مصلحه ناديكم فين، وسيبكم الاعلام وسيبكم السوشيال ميديا.